عسلامة ومرحبا بكم في قناة الماكلة البنينة مع أمينة. اليوم باش نودكم بغسيت فريكاسي تونسي بنين وهشوش ووصفة سهلة وناجحة 100%. وتوا باش نتعداو مرحلة التحضير. نستحقوا 500 جرام فارينة، حليب دافي، الكمية ما بين 250 و 300 مليلتر، انتي ونوعية الفارينة اللي عندك، مغارفة صغيرة أكل ملح، 3 مغارف كبار زيت زيتونة، نستحقوا عظمة، مغارفة كبيرة سكر، ونستحقوا ساشي خميرة خبز. أول مرحلة ناخذ صحفة صغيرة ونحطوا فيها الخميرة ونضيفوا كمية السكر، وهوني نحطوا السكر مع الخميرة باش يعاونها إنها تتفاعل أكثر. نضيفوا كمية صغيرة من الحليب، ونأكد إنه الحليب لازم يكون دافي لا سخون برشا ولا بارد. نخلطوهم مليح 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 لين الخميرة تذوب بالكدا، ومن بعد نغطيوهم ونخليوهم يرتاحوا لمدة 10 دقائق. وهوني كيما تراو خمرت الخميرة متاعنا بالكدا وعملت لنا الكشكوشة. باش نحطوها على كمية الفارينة الموجودة عنا، ونضيفوا لها زيت الزيتونة، وباش نضيفوا الحليب تدريجيا، وباش نخلطوا بشوية بشوية، وباش نزيدوا كعبة العظم ونخلطوا واحدة واحدة. وبالطبيعة ما نساوش الملح، وهوني نصيحة ما نحطوش الملح مع الخميرة ديريكت، سينو العجينة ما تخمرش كما يلزم. ونكملوا نضيفوا الحليب بشوية بشوية لين تحصلوا على عجينة متماسكة. وبعد ما لميت العجينة أنا هوني باش نحطها تتعجن في الغوبو، وباش نخليها لمدة 15 دقيقة، سينو نجموا تعجنوها بيديكم مفهوم ما حتى فرق. أنا استعملت الغوبو جوست باش نسهل على روحي. ناخذ صحفة وندهنوها بالزيت باش نحطوا فيها العجينة تخمر. وندهنوا زيادة العجينة متاعنا من الفوق بالزيت، ومن بعد باش نغلفوها بالبابي فيلم، وباش نسكروا عليها من الجناب الكل باش ما يدخلناش الهواء، وباش نخليوها ترتاح لمدة 45 دقيقة. كيما تشوفوا ما شاء الله البات متاعنا خمرت بالكدا بالكدا بعد ما خذت وقتها وارتاحت مليح. وقبل ما نحطوها على البلان دو ترافاي نخرجوا الهواء اللي في وسطها، وكيما تلاحظوا العجينة متاعنا لا طرية برشا تلصق في اليدين ولا يابسة. العجينة لازمها تكون بالتكستور هذه، لازمها تكون سلسة باش تطوعنا كي نحلوها بالقلقاء. وفي المرحلة هذه اقسمت العجينة متاعي على زوز باش نسهل على روحي الحلين. ناخذ الشطر الاول متاع العجينة نحط تحتها الفارينة، ونزيد نحط شوية فارينة من الفوق، ونبدأ نحل بالقلقال والخشن ما يكونش جوية برشا وما يكونش خشين برشا. وتوا خذيت لونفورتو كيس متاعي باش نفرم بيه، ونجمو نستعملو كيس اللي عندكم موجود في الكوجينة. هوني ماذا بينا نستعملو المساحة الموجودة اللي عندنا الكل، سينو
اللي باش يقعد من العجينة باش نعاودو نستعملوه. وهوني بعد ما فورمنا الكعبات فريكاسيه متاعنا نغطيوهم مليح وباش نخليوهم يرتاحوا لمدة 20 دقيقة. كما تراوهوني ما شاء الله بعد ما خليناهم يرتاحوا 20 دقيقة زادوا فوجوا مليح و500 جرام فارينة بمعدل 20 كعبة فريكاسيه. وتوا باش نتعداو لمرحلة القليين. بعد ما خليت الزيت يسخن مليح على درجة معتدلة نبداو نقليو بالكعبة بالكعبة وكل مرة نقلبوها على وجه باش تبلنا مليح من داخل. وما نساوش نحطو بحدنا الكسكيس باش نستقطرو فيه الزيت. وكما تشوفوا ما شاء الله كعبة الفريكاسيه متاعنا طابولنا مليح من الداخل، جينا خفيف وهشوش يعمل 66 كيف. وبالنسبة للفاخس متاع الفريكاسيه عنا الهريسة. بالنسبة لطريقتي أنا في الهريسة نحلها في شوية زيت زيتونة وشوية ماء ونزيدها شوية تابل. عنا بطاطا سمطها في الماء والكركم وزدتها شوية ملح وبعد حطيت في وسطها شوية معدنوس. عنا الزيتون عظم والثوم. هذه هي غوسيت الفريكاسيه، ان شاء الله تكون واضحه وان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسيوش تشتركوا في القناه متاعي وانا نوعدكم بغوسيت سهله في قناه الماكله البنينه مع امينه.